قصص 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 من القرآن، قصص من القرآن مكتوب يرويها، سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. قصص من القرآن مكتوب يرويها، سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. فداك إبراهيم يتأمل الملكوت، ويونس بظلام يدعو ببطن الحوت. في قسوة الصحراء ليس التقي يضيع، نبع بأصفى ماء ينساب تحت رضيع. قصص من القرآن مكتوب يرويها، سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. نوح وموج عال نادى على ابن ضال، لكنه عبثا سيحتمي بجبال. نار هنا وحشود يلقون في الأخدود، من ذاق طعم النور ضحى بغير حدود. قصص من القرآن مكتوب يرويها، سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. وهدهد مغوار لممالك قد طار، وعاد لسليمان بأعجب الأخبار. مكتوب يسمعنا قصصا لها معنى، حكم سنعرفها فتفضلوا معنا، فتفضلوا معنا. تفضل. ماذا تفعل يا أحمد؟ سأذهب لأودع صديقا لي في المطار. هذا يعني أنك لن تلعب معي اليوم؟ سامحيني يا سارة، بإمكانك اللعب مع أحلام أو ياسر، أو الاتصال بصديقتك فاطمة لتلعبا سويا. الجميع منشغل اليوم يا أحمد، فأحلام تساعد أمي في إعداد الطعام، وياسر يلعب مع صديقه يوسف، وفاطمة سافرت مع عائلتها. ماذا تضع في حقيبتك يا أحمد؟ إنها زجاجات مياه. هل ستجف أنهار العالم وأنت تقوم بجمع المياه لنا لتقينا من العطش؟ بالطبع لا أيتها العبقرية، إنها زجاجات مياه مباركة، صديقي طلبها مني. ماذا تقصد بمياه مباركة؟ إنه ماء زمزم يا سارة. ماء زمزم من بئر زمزم؟ نعم. هل يمكن أن تحكي لي يا أخي قصة هذه البئر، ولما مياهها مباركة؟ ليس لدي وقت، اذهبي لأحلام لتحكي لك. أخبرتك أن أحلام منشغلة بإعداد الطعام مع أمي، فاليوم سيزورنا جدي. حسنا، اذهبي لياسر ليحكي لك. أخبرتك أيضا أن ياسرا يلعب مع صديقه يوسف. لا تضايقني يا أحمد. حسنا، انتظريني حتى أعود، وسأحكي لك قصة البئر بإذن الله. لن أنتظر يا أحمد، سأذهب إلى مكتوب، وهو سيقص علي قصة هذه البئر. هيا يا مكتوب، حدثني عن بئر زمزم، احكي لي كل شيء عن هذه البئر. يا سارة، أنا منشغل جدا اليوم، انظري حولك، هناك العديد من الأطفال ينتظرونني لأحكي لهم قصصا مثلك، وهم أتوا مبكرا. تعالي غدا وسأحكي لك كل شيء عن بئر زمزم. لا، ستحكي لي اليوم يا مكتوب، فلن أطيق الانتظار حتى الغد. حسنا، ما رأيك بأن تنتظري أحمد كما أخبرك ليحكي لك؟ لا، لن أنتظر، وستحكي لي الآن يا مكتوب. أرجوك هيا احكي لي. طفلة عنيدة. حسنا، سأحكي لك، ولكن لا تقاطعيني، وإياك أن تعبثي بمحتويات مكتبتي أثناء حديثي. اتفقنا؟ اتفقنا يا مكتوب. هيا حدثني عن بئر زمزم. بئر زمزم هي بئر ماء تقع في الحرم المكي، على بعد 20 مترا فقط من الكعبة المشرفة.
ويبلغ عمق البئر 30 متراً، ويعد ماء زمزم ماء مباركاً، وله قصة عظيمة وردت في القرآن الكريم. وسنكتفي بهذا القدر اليوم، وغداً سأكمل لك قصة هذه البئر إن شاء الله، وسأخبرك لما ماؤه مبارك. لقد خدعتني يا مكتوب. أنا لم أخدعك يا سارة. لا، خدعتني. أخبرتني بمعلومات قليلة جدا عن البئر، ولم تخبرني بقصته. هذا لأنني مشغول جدا اليوم، ولدي العديد من الأطفال الذين يطلبون مني قراءة قصص لهم، وأنت لم تحددي موعدا قبل أن تأتي، وفاجأتيني بقدومك. لما تعتقدين أنه يجب تلبية كل طلباتك في الحال؟ هل صرت مهما لهذه الدرجة لنحدد معك موعدا قبل أن نأتي لمكتبتك يا مكتوب؟ سارة، لن أتشاجر معك فليس لدي وقت. هيا اذهبي إلى البيت، وغدا سأحكي لك قصة البئر كاملة. هذا وعد مني، وأنا دائما أفي بوعودي. حتى أنت يا مكتوب. الجميع تغير وصار مشغولا، حتى هذا الكتاب. أسمعك جيدا يا سارة. هيا اذهبي إلى البيت وتعالي غدا. سأذهب إلى البيت ولن آتي غدا، وسأعرف قصة البئر وحدي دون مساعدة منك. أتمنى لك التوفيق. لا تغضبني. هيا إلى البيت أيتها الصغيرة. سارة، منذ أن جئت وأنا أراك حزينة. هل هناك أحد أزعج حفيدتي الجميلة؟ الجميع يا جدي. الجميع أزعج قمري الصغير؟ تعال يا سارة. نعم يا جدي، الجميع أزعج قمرك الصغير. حسناً، أخبريني كيف حدث هذا؟ كنت أريد معرفة قصة بئر زمزم، والجميع منشغل اليوم، ولم أجد أحدا يحكي لي القصة. ولم هذه القصة بالتحديد؟ رأيت أحمد يضع في حقيبته زجاجات مياه، فأخبرني أنها مياه مباركة من بئر زمزم، سيذهب ليعطيها لصديقه قبل أن يسافر، فدفعني الفضول لمعرفة قصة بئر زمزم. ولم لم تذهبي إلى مكتوب ليحكي لك القصة؟ مكتوب يا جدي صار هو الآخر منشغلا، فلديه العديد من الأطفال الذين يذهبون إليه كل يوم ليحكي لهم القصص والحكايات. كل يوم ليحكي لهم القصص والحكايات؟ وما المشكلة؟ هل ذهبت إليه ورفض أن يحكي لك؟ لا يا جدي، لقد خدعني. أخبرني بمعلومات بسيطة عن البئر. وبماذا أخبرك؟ قال لي إن بئر زمزم هي بئر ماء تقع في الحرم المكي، وتبعد 20 مترا فقط عن الكعبة المشرفة، ويبلغ عمق البئر 30 مترا. ثم قال: غدا سأحكي لك القصة كاملة لأني منشغل. هو لم يخدعك يا سارة، هو فعلا مشغول جدا، ولذا طلب أن يكمل لك القصة غدا. ولكن لا تحزني أيتها الجميلة، سأحكي لك أنا القصة بنفسي. هل ستحكيها لي الآن؟ نعم. اسمعي يا صغيرتي. تزوج النبي إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة، ولم تنجب، فوهبت له جاريتها هاجرة لتنجب له ولدا، وبالفعل ولدت السيدة هاجر نبي الله إسماعيل عليه السلام. وذات يوم
أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذهب بالسيدة هاجر وولده إسماعيل عليه السلام إلى واد مهجور ليس به زرع ولا ماء عند بيته المحرم، ويتركهما هناك. وعندما هم سيدنا إبراهيم بالذهاب قالت له السيدة هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا الله. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ظلت السيدة هاجر مع ابنها إسماعيل في هذه الصحراء، ومرت أيام ونفد ما معهما من الزاد والماء. بدأ الرضيع بالصراخ والبكاء من شدة الجوع والعطش، فأخذت السيدة هاجر تبحث في كل مكان وتسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد ماء أو طعاما أو أحدا ينقذهما. وكان سعيها بين الصفا والمروة 7 أشواط. وعندما عادت السيدة هاجر إلى ابنها سمعت صوتا فقالت له: صح. ثم سمعته مرة أخرى فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا بجبريل عليه السلام يضرب الأرض بجناحيه فانفجر نبع ماء زمزم المبارك. فرحت السيدة هاجر كثيرا وأخذت تحاول أن تحبس الماء خوفا من نفاده، وراحت وهي تغرف منه تقول: زم زم، ولذلك سمي بئر زمزم. شربت السيدة هاجر وأرضعت ابنها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو كانت تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وبدأ يحل العمران في هذا المكان، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودبت الحياة في المكان الطيب المبارك. أنت رائع يا جدي. أنت أيضا رائعة. أراك بعد قليل يا جدي. إلى أين؟ إلى أين ستذهبين؟ سأتصل بمكتوب لأخبره بأنني عرفت القصة وحدي. قصص 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 من القرآن، قصص من القرآن مكتوب يرويها، سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. قصص من القرآن
القرآن مكتوب يرويها سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. فداك إبراهيم يتأمل الملكوت، ويونس بظلام يدعو ببطن الحوت. في قسوة الصحراء ليس التقي يضيع، نبع بأصفى ماء ينساب تحت رضيع. قصص من القرآن مكتوب يرويها سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. نوح وموج عال نادى على ابن ضال، لكنه عبثا سيحتمي بجبال. نار هنا وحشود يلقون في الأخدود، من ذاق طعم النور ضحى بغير حدود. قصص من القرآن مكتوب يرويها سيعود بالأزمان ليقص ما فيها. وهدهد مغوار لممالك قد طار، وعاد لسليمان بأعجب الأخبار. مكتوب يسمعنا قصصا لها معنى، حكم سنعرفها فتفضلوا معنا. فتفضلوا فتفضلوا معنا.